ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في حلقه جديده من قناه معوس معلومات. هنكمل النهارده سلسله الحلقات بتاعتنا واللي هي بعنوان القصه الاصليه اللي اتبنت عليها افلام الكرتون. والكرتون اللي هنتكلم عنه النهارده هو كرتون ذا ترانسفورمرز او الابطال الخارقين المتحولين، وتحديدا كمان شخصيه الروبوت الخيالي الخارق اللي كان اسمه اوبتيموس برايم، واللي كان بيمثل قائد حكيم وقوي لمجموعه من الافراد الاليه الطيبه واللي كان بيطلق عليهم لقب ذا اوتوبوتس. والمتحولين دول بصفة عامة كان بيبقى عندهم القدرة ان هم يتحولوا لاشكال مختلفة زي السيارات او الطيارات او الديناصورات وحتى الاسلحة كمان. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان اوبتيموس برايم كان هدفه الوحيد والاساسي في الحياة هو تحقيق العدل والسلام وحماية الكوكب من كل الاعداء، وتحديدا عدوه الاساسي اللي كان اسمه ذا ميجاترون، وكمان الفريق الشرير بتاعه اللي كان اسمه ذا ديسيبتيكنز. لكن طبعا زي ما احنا متعودين في الفيديوهات بتاعتنا، النهارده هنعرض لكم التاريخ او القصه الاصليه للشخصيتين دول، وهنعرف مع بعض دلوقتي يا ترى اوبتيموس برايم ده كان ايه قبل ما يكون القائد، وكمان ميجاترون ده كان ايه قبل ما يكون الشخصيه الشريره. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدا تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والقصه بتاعتنا بتقول ان زمان من حوالي 9 مليون سنه في العصر الذهبي تقريبا، الاله الخالق الكبير اللي كان اسمه برايموس واللي هو ابتكر كل المتحولين التانيين بوجه عام، قرر ان هو يحمي المجره بتاعته ويدافع عنها عن طريق ان هو قام بتحويل نفسه لكوكب اسمه سايبرترون، واللي كان بيحتوي جواه على بوابه واسعه جدا واللي كل الطاقه بتاعت الاله ده كانت متخزنه فيها. وفي نفس الوقت في اعماق الكوكب كان بيبقى فيه جهاز ضخم جدا كانت وظيفته ان هو يقوم بارسال واستقبال الرسائل المختلفه، وده برضه كان بيعتبر بمثابة الحاسب المركزي الداخلي بتاعه. وفي الوقت ده اوبتيموس برايم اتولد وتم تصنيفه كآخر مواليد ال 13 متحولين الأساسيين اللي خلقهم برايموس. وبعد ما المتحولين دول قدروا ان هم يهزموا العدو اللدود الأبدي أو إله الفوضى اللي كان اسمه يونيكون واللي هو كان أخو برايموس التوأم، اوبتيموس قرر ان هو يتولد من جديد كأقل فرد آلي طبيعي في المجرة، وده طبعا علشان يقدر ان هو يتعرف على بقية الافراد الاليين اللي كانوا عايشين معاه على الكوكب ويفهم احتياجاتهم كمان بشكل كامل. وفعلا بعد وقت قصير جدا اتنست كل ذكريات حياته اللي فاتت وتم تجسيده من جديد بعد كده على ان هو روبوت اسمه اوراين باكس، وبدأ يسعى في طريقه للنجاح زي اي روبوت تاني في العالم الجديد، وفي النهاية لقى مكانه كأمين في مكتبة تحت قيادة آلي اسمه ألفا ترايون، وده كان واحد من ال 13 متحولين الأساسيين واللي تم اختياره ومراقبة أوراين ومعرفة كل تحركاته هناك. وبعد فترة طويلة من الأبحاث والدراسات اللي أوراين عملها حوالين ماضي الروبوتات المختلفة وكمان الحاضر بتاعهم، اكتشف كمية الفساد والظلم وعدم المساواة اللي كانت موجودة ما بينهم، وبدأ يسعى إن هو يحاول إن هو يصلح المبدأ أو النظام ده، وده أدى في النهاية إن هو كون صداقة مع الروبوت ميجاترونس واللي هو كان مصارع مشهور بانتصاراته في المعارك المختلفة واللي في نفس الوقت كان ليه نفس الأهداف بتاعت أوريان بالظبط. ونتيجة لكده الاتنين لقوا نفسهم قدام المجلس الأعلى علشان يقولوا وجهة نظرهم هناك. بس هنا ميجاترونس بدأ يسعى على حياته وحاول إن هو يقوم بثورة للإطاحة بالقيادة الحالية لكوكب سايبرترون، وقال لهم إن هو هيحاربهم وهيدمرهم كلهم وهيبقى هو القائد بعد كده بدلهم. وطبعا ده بيدل ان ميجاترونس ده في الواقع كان شخصية انانية جدا، فهو ما كانش مهتم باي فرد كان موجود معاه، وانما كان كل هدفه في الحياة ان هو يكون القائد لبقية الروبوتات التانية وخلاص. لكن هنا اوراين اختلف معاه وبدأ يطالب بالحديث والتفاهم علشان يقدروا يحققوا السلام والعدالة بدل العنف والقتال. والمجلس اتأثر جدا بالكلمات دي وقتها لدرجة ان هم اطلقوا عليه لقب رئيس الوزراء اللي جاي، وبالتالي ميجاترونس غير اسمه لميجاترون وقطع علاقته مع اوراين وشن بعد كده حرب كبيرة عليه وعلى كل اللي عرضوه كمان من خلال طبعا جيشه المتنامي واللي كان اسمه ذا ديسيبتيكنز زي ما احنا قلنا من شوية. وطبعا الحرب الأهلية الشنيعة دي أدت إلى تدمير الكوكب كله بالكامل وأتلفته وخلته خلاص تقريبا ما بقاش صالح للحياة أبدا. وأثناء الدمار الشامل ده اوراين افتكر برايموس اللي ابتكرهم كلهم وراح لقلب الكوكب علشان يحاولوا إن هو ينقذه ويلحقه، لكنه للأسف لقى بيحتضر خلاص. بس في اللحظة دي بالذات برايموس منح اوراين مصفوفة القيادة الأسطورية بتاعته، لأن هو اتأكد وقتها من شدة الإخلاص والنبل اللي كانوا موجودين جوه قلبه. وفي الوقت ده بس اوراين استعاد ذكاءته وبقى اوبتيموس برايم اللي احنا عارفينه في وقتنا الحالي، وقدر ان هو يكون بعد كده الفريق بتاعه اللي اسمه ذا اوتوبوتس، واللي نجحوا كلهم مع بعض في تهريب حاجة اسمها الأولوسبارك
واللي هو كان عبارة عن شيء شبه المكعب كده، اللي بيمتلكه كان بيمتلك قوة جبارة ملهاش حدود أبدا. لكن بعد كده ميجاترون بيقوم بتنظيم حملة وبيخلي كل الأشرار بتوعه يبدأوا يدوروا عليه، وفعلا في الآخر خالص بعد وقت طويل بيكتشفوا إن هو طلع مدفون في مكان معين كده موجود على كوكب الأرض. وفي الوقت ده ميجاترون بيقرر إن هو يروح هناك علشان يلاقي لولو سبارك، وفعلا بينزل في الدايرة القطبية الشمالية لكنه بيتجمد هناك. بس بعد 3 سنين تقريبا بيرجع لحالته الطبيعية. وفي نفس الوقت اوبتيموس برايم برضه بينزل معاه علشان يكملوا هما الاتنين المعركة العظيمة بتاعتهم على الكوكب الجديد ده. وبكده نكون خلاص وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. وبالمناسبة دي كده كانت تعتبر اخر حلقة من سلسلة حلقات القصة الاصلية اللي اتبنت عليها افلام الكرتون. وان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبدأ سلسلة جديدة خالص واللي هنتكلم فيها عن مواضيع مختلفة. واشوفكم على خير ان شاء الله.